الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا سيدنا محمد عبد الله ورسوله القائل في سنته: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ومحاسبة النفس، فإن محاسبة النفس طريق لاستقامتها وفلاحها وسعادتها. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، وينبغي للعاقل أن يكون في كل يوم ساعة يحاسب فيها نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. عباد الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم يوم القيامة في الحساب. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب يوم القيامة. عباد الله، وقال تعالى: يومئذ تعرض لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. عباد الله، وينبغي للعاقل أن يكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوته، وساعة يجمع بين هذه الساعات.